مجموعة حلقات فكروهم ونكدوا على قصمهم. دي هنبدأ نعملها من أول 2026. دي هعيد فيها كل بوستاتي على الفيسبوك على صفحتيني، اللي اسمي فيها بالعربي واللي بالإنجليزي. هتكلم فيها على البوستات أو هتريق عليكم يعني. فيها على البوستات القديمة اللي كانوا بيشتغلوكوا وكنت منبهكوا ومحدش كان بيسمع كلامي. انتوا شايفين في 2018 39 واحد تقريبا عملوا لايك و13 واحد عملوا كومنت. دول اللي كانوا مقتنعين، الباقي كله كان بيشتمني في الخاص. دلوقتي بقى العكس صحيح طبعا. دلوقتي المصريين كلهم ماسكين الشباشب وبيضربوا نفسهم بالجزم القديمة. طبعا ده بوست يا جماعة في أول سلسلة لنا أو أول حلقاتنا، فكروهم ونكدوا على اللي جابوهم. في 1 جان 2028، يعني ده من زمان قوي. من أيام ما كنت بيبي. الأستاذ أحمر جاموسة بيقول لنا طبعا اصبروا كمان 4 سنين مع الرئيس السيسي، ولا مؤاخذة طبعا ناقل الكفر ليس بكافر. هذا الجربوع قائد الانقلاب الدموي ابن الأحبة لا أعترف به رئيس ما حييت ومهما حصل ليا هنا وفي مصر. بيقول لك ومصر هتبقى أغنى من قطر وتركيا. النهاردة بقى 2 جانوري 2026 مصر يمكن اتباع ربعها لقطر، ويمكن اتباع 1/8 منها لتركيا، وده طبعا غير الاستثمارات. وبقيت مساحة مصر قسموها بينهم وبين بعض، خمسوا فيها زي العصير كده ابو شفاطين ابو روحين. خمسوا فيهم الامارات بسيطها طبعا للكيان، والسعوديه طبعا هتبصيها برضو للكيان. ما هي الاشكال دي كلها، الكيانات الخليجيه دي كلها كيانات وظيفيه، وجابوهم من الصحراء الاحتلال البريطاني والامريكي، قعدوهم هناك وكانوا بيدوهم مرتبات علشان يبقوا انظمه وظيفيه، اشكال بنت وسخه كده. يقولوا لهم روحوا اشتروا ده يشتروه، روحوا بيعوا ده يبيعوه، روحوا اعملوا هاند اوفر لده يعملوا طبعا. وما عندهمش حل تاني غير ان هم يهزوا راسهم زي الكلب الهزاز كده زي ما تقولي. فين بقى يا استاذ احمر جاموسه ال4 سنين؟ ادينا صابرين اهو بدل السنه 13. شفت الميدل فينجر ده حلو عجبك؟ اقعد عليه بقى. خلاص انت والشعب طبعا اللي صدقك، والبهايم بتصدق. اصبروا معايا 2 6 شهور، كمان 2 كمان 6 شهور، خد سيف هات سيف، البلد اتباعت وادينا قاعدين في قصام الفشل. ايه رأيكم بقى؟ مبسوطين؟